عارفين كده البنت اللي انتوا اول ما بتدخلوا الجامعه او الشغل او الكليه او الدرس لو انتوا لسه في ثانويه او ايا كان المكان اللي بتدخلوه، في بنت كده بتحسوا انها بتلمع، بتحسوا انها عندها اورا، عندها هاله، عندها يعني انتوا عايزين تتعرفوا على البنت دي، انتوا عايزين تبقوا صحبه معاها قوي. في فيديو النهارده انا هديكوا تيبس اند تريكس ان ازاي تعملوا جلو اب، وازاي تتحولوا للبنت دي، ازاي تكونوا البنت او الجيرل اللي هي she's so feminine, she's so confident, she has such a glow up. انا عايزه اروح اتعرف على البنت دي. احنا مش بس هنركز على شكلنا الخارجي، الفيديو ده حرفيا هو مقسوم لجزئين: glow up internally و glow up externally، من جوه ومن بره. هنعمل جلو اب قبل الدراسه، بما ان الدراسه خلاص تقريبا فاضل عليها من 20 ل 30 يوم، ففي خلال ال 20 ل 30 يوم دول احنا هنركز ان احنا نكون داخلين السنه الجديده او السنه الدراسيه الجديده بشكل مختلف، بطابع مختلف، بهيئه مختلفه. اول حاجه internally، لو احنا عايزين نعمل جلو اب لنفسنا والافكارنا ومبادئنا من جوه، فاحنا هنركز على المنتل بتاعتنا، العقليه، المايند سيت. احنا بنفكر ازاي، او مش بس احنا بنفكر ازاي، احنا بنتعامل ازاي، يعني how we react and how we act, how do we exist in general. اول نقطه جلد الذات، او ان انت تفضلي قاعده تقولي كلام نيجاتيف قوي لنفسك، ان انا وحشه، انا تخينه، انا ما اتحبش. حبيبتي، لما انت سمعي لنفسك الكلام ده وتقعدي تقولي انا فيا وفيا وفيا وانا فاشله وانا السبب في كل ده وانا الغلط مني، لما انت تقعدي تقولي لنفسك كل الكلام النيجاتيف ده، تتوقعي ان اللي حواليكي they're gonna appreciate اصلا ان انت موجوده في حياتهم، او ان هم هيقدروكي، هيدوكي قيمه؟ اذا كان انت بينك وبين نفسك لما تيجي تتكلمي مع نفسك بتتكلمي بطريقه نيجاتيف، بتتكلمي بطريقه سلبيه. انا هسالك سؤال واحد يرضي ربنا: انت بتتكلمي كده مع اقرب واحده بتحبيها، او مع اقرب صاحبه ليكي، او مع اكتر واحده بتحبي تتعاملي معاها؟ هل بتتكلمي بالطريقه دي معاهم؟ هل بتقعدي تقولي كلام سلبي عن شكلهم وعن طريقه تفكيرهم وعن طريقه لبسهم وعن جسمهم، ولا بتقعدي تمدحي فيهم؟ يعني انت بتعملي كده مع واحده صاحبتك، ولا واحده ممكن تكون فتره في حياتك، او مع اختك، او مع اي حد، وبتيجي عند نفسك بتتكلمي بالاسلوب السيء ده؟ girl, we need to stop here. محتاجين ان احنا نوقف. we need to take a moment ونشوف انت بتعملي ايه. يعني ايه ان انا اتكلم معاكي بطريقه سلبيه؟ عشان تبقوا عارفين، في حاجه كده منتشره عند الاجانب، احنا كعرب برضو بنستخدمها، هو الكونسبت بتاع السيلف لاف افirmations، ان انا ابص لنفسي في المرايه واقول الله انا حلوه، انا جميله، انا عسوله، انا كتكوته، انا. على فكره ده الكلام ده مش من فراغ، يعني مش جاي من وحي الخيال. ولما تيجي تحسي ان انت بينك وبين نفسك بتقولي كلام سلبي لنفسك، وقفي نفسك عندها، اللي هو لا. تاني حاجه الكومبريشن او المقارنات، ان احنا دايما نفضل حاطين نفسنا في مقارنات مع حد حقق حاجه في حياته، او حد حقق كارير احسن مننا، او حد انجح مننا دراسيا، او حد بالنسبه لمعاييرك انت شايفه ان الشخص ده اجمل منك. ما ينفعش ان انت تفضلي تقارني حياتك بحياه الاخرين. ليه؟ انت عشتي اللي هم ما عاشوهوش، وهم عاشوا اللي انت ما عشتوش. كل واحد ليه تجربته الخاصه، وبالذات السوشيال ميديا. انا على فكره انا on your side، انا موجوده معاكم وحاسه بيكم، لان انا ساعات كان بيجي عليا وقت بقعد اشوف الناس اللي عايشين حياه على السوشيال ميديا، بنت عندها 20 21 سنه ولفت العالم، ومن براند ديل لبراند ديل، ومن نجاح لنجاح، والناس كلها واقفه بتسقف لها. طب وانا، هو انا فاشله؟ هو انا مش شغاله على نفسي؟ هو اشمعنى هي؟ طب ما انا نفسي في ده، اشمعنى ده ما بيتحققليش؟ اوعوا تقارنوا حياتكم، تجاربنا كلنا مختلفه عن بعض، ورزقنا مختلف عن بعض، والمعاناه اللي انا عانيتها في حياتي او الابتلاءات اللي ربنا كان كاتبها عليا مختلفه عن الابتلاءات اللي ربنا كاتبها على غيري وعليكي وعلى كل واحده فينا. فاوعوا تقارنوا حياتكم بحياه الناس التانية، لان انتوا لو عشتوا في الزون دي عمركم ما هيبقى عندكم الرضا. عشان كده دايما تسمعوا عن الناس اللي تقولك معاها فلوس الدنيا ومش قادره انها تكون سعيده. عارفين ليه؟ لان انت كل ما هتفضلي بتحققي حاجه في حياتك هتبقي شايفه انه اوكي انا السنه دي جبت تقدير جيد جدا، بس في واحده تانية جابت امتياز. طب ما ترضي بالجيد جدا واشتغلي على نفسك اكتر من غير ما تحطي نفسك في مقارنه مع حد تاني. السنه الجايه على فكره هتلاقي نفسك حققتي الامتياز. بس عارفه بقى، لو فضلتي حاطه نفسك في مقارنه ان هي عملت وسوت، انت هتضيعي طاقتك وهتبقي هيتر، هتبقي شخص حاطط كل طاقته في الحقد والكلام على الناس. انت عايزه تبقي البنت دي؟ عايزه تبقي البنت اللي انت بينك وبين نفسك بتنتقدي؟ لو شفتي واحده من المجتمع اللي حواليكي كده اكيد مش عايزه تبقي كده. ستوب ان انت تقارني حياتك بحياه اي حد مين من كان يكون، حتى لو اختك.
تالت بوينت معانا، لازم تعرفي الانسكيورتيز بتاعتك وتعرفي ازاي تتعاملي معاها. يعني ايه الانسكيورتيز؟ الحاجات اللي انت بتحسي بعدم امان فيها مع نفسك، زي وزنك، زي شكلك. اعرفها ازاي؟ هجيب طبعا الدفتر ده عاش معانا كتير، هجيب دفتر وهجيب قلم وهبدا اكتب ايه كل الحاجات اللي بتضايقني في نفسي، او الحاجات اللي بتخليني افكر عن نفسي بطريقه سلبيه، او الحاجات اللي بتخليني احس ان انا مش مرتاحه في حياتي. وهنا انا عرفت المشكله. دي اول خطوه لحل اي مشكله، ان انت تعرفي ايه المشكله اللي عندك. 4، ارفعي استحقاقك. مش معنى ان انا شايفه ان انا صحيه احسن حاجه ان انا شايفه ان انا اعلى من الناس، ولكن انا بشتغل على نفسي وعلى حياتي وعلى دماغي اللي ربنا اداهالي دي. انا بشتغل عليها علشان خاطر استحق الاحسن، عشان اكون شخص بيستحق الاحسن اللي هو بيطالب بيه. ومش بيستحق الاحسن معناها فلوس. بطلوا تربطوا ان كل الاحسن هو الحاجات الماديه، هو العربيات الاحسن، هو البيوت الافخم. لا، ده حتى المعامله الاحسن، ده حتى الاكبر قدر من الاحترام، ده حتى ان انا يتعمل لي حساب، ده استحقاق. بس هل انا استحق هتيجي وانا قاعده بسكرول؟ لا يا قلبي، لا يا عمري. عمر ما هتبقي انت مستحقه غير لما تشتغلي على ده، عشان لما تيجي تطالبي بيه تبقي بتطالبي بيه وانت عينك تقدري تبصي في عين اللي قدامك كده وتطالبي بيه عادي. البوينت رقم 5، خلي دايما احلامك فوق. اوعوا تكونوا رياليستيك في الاحلام بتاعتكم، واوعوا تمشوا على مبدا انه مد لحافك على قد رجليك، او مد رجليك على قد لحافك، انه انا اشوف ايه الظروف اللي حواليا عامله ازاي وامشي تبع الظروف. لا، هو انتم مفكرين ان احنا اتولدنا في ظروف معينه عشان نتاقلم عليها، ولا عشان نغير من نفسنا للاحسن؟ خلوني اقنعكم. هل احنا حتى في الدين لما بنبقى مولودين واحنا لسه لا بنعرف نصلي ولا بتاع، هل بنقول احنا ما بنعرفش نصلي عشان احنا لسه بقى صغيرين؟ لا، احنا بنتعلم وبنطور من نفسنا وبنسال وبنثقف اكتر وبنعرف اكتر في ديننا. فانت دايما بتطوري من نفسك. انا مثلا كحبيبه، انا واحده حافظه القران كله عشان تبقوا عارفين. انا قبل ما اجي احفظ القران كله قلت ده صعب، ده كبير، ده مستحيل، ده حلم كبير قوي، ده حلم صعب. هو حلم بس مش صعب. قعدت احفظ سنين لحد ما تميت الحفظ. فهو الحلم يعني ايه؟ تعريف الحلم. الحلم هي حاجه احنا بنشوف ان هي بعيده عننا، فبنفضل نشتغل لحد ما نقرب لها ونقرب. فدايما خلي كل الادعيه، كل الحاجات اللي انت نفسك فيها، خليها احلامي بشكل واسع، احلامي بلا حدود. عايزه تجيبي عربيه انت محدش عندك في البلد كلها امتلكها، ده حلمك، اشتغلي عليه، حقيقي. بلاش تمشي ورا. اصل الحياه لازم نعيش بواقع. هو ايه الواقعي في الحياه؟ ايه الواقعي يا حبيبتي في الحياه؟ يعني انت كده وانت طفله عندك 5 سنين كنت تتوقعي ان دي حياتك؟ كنت تتوقعي ان دي الدروب اللي انت هتسلكيها؟ الحياه مش واقعيه. فاوعي تقولي اصل انا عايزه اكون واقعيه. مفيش حاجه في الدنيا دي واقعيه، مفيش حاجه اصلا العقل البشري بيتخيلها. وابسط مثال على كده انه لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. فاحنا اصلا اللي بيحصل في المستقبل هي حاجه لو العقل البشري عرفها دلوقتي هو مش يعني ده مش واقع بالنسبه، ده حلم. البوينت السادسه، خلي عندك روتين. حرفيا الروتين هو عباره عن ساعتين، هو مش ان هو اليوم الكامل، لا هو عباره عن ساعتين كل يوم. انا كحبيبه الروتين بتاعي، انا بحب اصحى 4 5 الفجر. انا عارفه انتوا ممكن محدش يصدق الموضوع ده، بس انا بعشق ان انا اصحى 4 5 الفجر. وجسمي بقى مرستر نفسه او مظبط نفسه ان انا كل يوم بصحى الساعه 5 لوحدي. بصحى اول حاجه اعملها بقوم اخد شاور. انا بعشق الشاورز، ما علينا، دي حاجه بيرسونال شويه. اقوم اخد شاور، بعد كده بعمل كوبايه الشاي او كوبايه الشاي بلبن او كوبايه النسكافيه، واطلع اقعد في البلكونه. الايباد بتاعي هو حتى مفتوح على الكتاب لان انا كل يوم ببقى فاتحه الكتاب. بجيب الايباد بتاعي واقعد اقرا الكتاب وقاعده بسمع موسيقى اللي هي للقرايه. اوكي، بعد كده بيجي ميعاد صلاه الفجر، بقوم اصلي الفجر وارجع اكمل نفس اللي انا كنت بعمله. بقعد على الطريقه دي ساعه ونص، ساعتين. انا كده قمت خدت شاور وفطرت وقعدت قريت كتاب وقعدت كتبت نوتس عن اللي انا قريته، وكمان بقعد اشاركهم على انستجرام يعني لو انتوا مش موجودين عندي على انستجرام. وانا كده صحيت اول ساعتين فري سوشيال ميديا، نو سوشيال ميديا، ما شفتش لا اي اخبار ولا اي حاجه. ده سلو مورنينج روتين، انه انا كده مش صاحيه بقى من 4 ان انا بقى اصحى. يعني انا معادي الساعه 9 في الكليه، اصحى الساعه 8 ليه؟ طب اصحي الساعه 5 6، قومي افطري، خدي الشاور، صلي، اقراي قران، اقراي اذكار الصباح، اقراي كتاب، اقعدي شويه، اعملي مديتيشن، اعملي يوجا. بعد كده بقى اقوم البس. دايما السلو مورنينج روتينز ان انت لما تعملي الحاجه براحتك، ما تاخدي وقتك في الحاجه، ده هيخلي طاقه الانوثه بتاعتك تزيد. وما انت دايما تفضلي قاعده بتجري، انت زيك زي الذكر بالظبط. رغم ان دلوقتي ما شاء الله بقينا نشوف اون سوشيال ميديا ان هم حتى بقى عندهم سلو مورنينج روتين زينا. البوينت رقم 7، الجورنالينج هي فكره بقت مهروسه وكل الناس عماله تتكلم عنها. ويا جماعه اكتبوا افكاركم واكتبوا مشاعركم.
انا جايلك من ارض الواقع مش من ارض المواقع. اوكي، الجورنالينج ليه الناس دي كلها عماله تهري جورنالينج واكتبوا. انت عارفه في فيديو انا شفته لبنت بتقول ان انا كحبيبه عندي 4 مدارك او 4 مربعات. بس انا كاتبه لكم السكريبت بتاعنا عشان تعرفوا ان انا ايه تعبانه. 4 مربعات ده اللي انت تعرفيه عن نفسك والناس تعرفوا عنك، ده اللي الناس تعرفوا عنك وانت ما تعرفوش عن نفسك، وده اللي انت تعرفيه عن نفسك والناس ما تعرفوش عنك. ده بقى ايه اللي لا انت ولا الناس يعرفوا عنك. الجورنالينج هيوديكي للحته دي. عارفه يعني ايه؟ يعني انت بدل ما كنتي عارفه نفسك في مربعين او 3، انت هتبقي عارفه نفسك في ال4 مربعات. هتوصلي لمناطق في عقلك وفي دماغك عمرك ما كنتي تتخيلي هو دي انا، هو الحاجات دي انا ازاي ما كنتش عارفاها عن نفسي. انا بسميه البلاك بوكس، الصندوق الاسود. هيدخلك جوه الصندوق الاسود، سواء بقى كان في حاجات حلوه ولا حاجات وحشه، هيدخلك جواه وهيخليكي تفهمي نفسك. شايفه انت عقلنا البشري ده العقل البشري قبل ما تعملي جورنالينج، دي دماغك. لما بتعملي جورنالينج الموضوع بيبقى محدد اكتر، تبقي فاهمه مشاعرك، فاهمه اهدافك، الحاجات اللي بتضايقك، الحاجات اللي بتبسطك، الحاجات اللي انت عايزه تغيريها في حياتك. تبداي تفهمي صدماتك النفسيه، تبداي تفهمي انا محتاجه اعالج ايه، مش بس محتاجه اغير ايه، انا اصلا ايه العيوب اللي عندي انا محتاجه اعدلها. فاهمين؟ فده فايده الجورنالينج. مع الوقت هتلاقي على فكره ان جزء كبير من الطاقه السلبيه عندك راح، وهتلاقي ان انت بدات تعرفي عن نفسك حاجات اكتر. هتلاقي نفسك بقيتي شخص من جوه مترتب. يعني احنا كمان شويه في الفيديو هنتكلم عن لما الحاجات اللي حواليا ما تبقاش مترتبه اعمل ايه، بس دلوقتي احنا بنتكلم الاهم لما انا من جوه ابقى مش مترتبه، انا من جوه في فوضى، اعمل ايه في الفوضى دي. دي من الحاجات اللي هتساعدنا جدا في ان احنا نرتب الفوضى اللي موجوده جوه دماغنا. البوينت رقم 7 او رقم 8، السيلف لاف اند سيلف كونفيدنس. حب الذات والثقه فيها. وحب الذات اهم من الثقه في الذات، لان انت ما ينفعش تثقي في حاجه انت ما بتحبيهاش. اول سؤال اساليه لنفسك بكل صراحه، خليكي صريحه مع نفسك. انت دلوقتي الاجابه انت بس اللي هتسمعيها. هل انت بتحبي نفسك؟ طب بحب نفسي ازاي؟ هل انا ما بقبلش الاذى على نفسي؟ هل انا بعرف اختار الناس اللي في حياتي؟ هل انا بعرف امتى اقول وامتى اقول لا؟ لو انت فعلا اكتشفتي انت بتحبي نفسك فانت كده احنا تمام. دلوقتي احنا هنشتغل على ان احنا يبقى عندنا الثقه في نفسنا اكتر. لو انا بقى ما بحبش نفسي، اسال نفسي سؤال، ده جه منين؟ طب جه ليه؟ هل انا مش واثقه في نفسي؟ هل انا مش بحب شكلي، مش بحب جسمي؟ انا ليه ما بحبش نفسي؟ هل بسبب كلام كان بيتقال لي؟ دايما كان بيجيلي نقد كتير، صحاب وناس كرهوني في نفسي ودايما يقولوا انت وحشه، انت سيئه، انا السيئه في روايه الكل. هنا ابدا اعرف ايه المشكله، ما بحبش نفسي ليه. وبعد ما اعرف انا ما بحبش نفسي ليه، كده انا عرفت المشكله. وزي ما حبيبه بتقول، اول خطوه لحل اي مشكله ان انا اعرف ان انا اصلا عندي مشكله. فاحنا كده دخلنا في اول خطوه. تاني خطوه نعرف ازاي نحب نفسنا. عامله لكم فيديو كامل للي ما شافوش، يا ريت تروحوا تشوفوه، ان هو ازاي شخصيتكم تبقى قويه. ده مش بس بيتكلم عن الشخصيه القويه، بيتكلم عن حب النفس، عن الثقه بالنفس، عن احترام النفس، ازاي ابني قيمه داخليه وازاي اعكس قيمتي الداخليه على بره. هتلاقوا كل ده موجود في الفيديو، ما تنسوش تروحوا تتفرجوا عليه. دلوقتي ندخل بقى للبارت التاني من الفيديو، وده مهم جدا جدا بقدر ما البارت الاولاني كان مهم، اللي هو اكسترنالي، ازاي اعمل جلو اب من بره. هنتكلم عن كام بوينت في الاكسترنالي. هنتكلم عن السكين كير، هنتكلم عن البودي كير، هنتكلم عن يور كاركتر، هاو تو تيك كير اوف يور كاركتر، هنتكلم عن الستايل. السكين كير، بنات لازم يبقى عندك سكين كير، لازم. لو انتي مفيش معاكي ربع جنيه، انتوا المشكله ان احنا السوشيال ميديا زرعت في دماغنا فكره الاستهلاكيه. لازم 12 ستيبس اوف سكين كير. مين قال كده؟ مين قال ان السكين كير لازم يبقى 12 خطوه، لازم تونر وسيرم ومش عارف مين؟ انا كحبيبه تجربه، البشره كل ما تهتمي بيها اكتر كل ما هتتمرع. بستخدم 3 حاجات او 4 حاجات. كلينسر، غسول للبشره. انا بشرتي دهنيه حساسه، فانا عارفه ان انا كده ده نوع بشرتي. طبعا تعرفوا ازاي نوع بشرتكم في فيديوز اون تيك توك او فيديوز عموما هتلاقوها في اي مكان تقدروا تعرفوا منه نوع بشرتكم. تاني حاجه مرطب، موسترايزر، اي نوع مرطب من الصيدليه، حتى المرطبات الطبيه اللي هي رخيصه جدا
تكفي وتوفي على فكره. وانا بحب المرطبات الطبيه اكتر من المرطبات بتاعت الشركات. بيبانسن هو من احسن المرطبات اللي ممكن تستخدموها، واتوقع موجود في كل الصيدليات. تالت حاجه بستخدم السان سكرين. جماعه انا ببقى نازله بالليل وبحط سان سكرين. انا دلوقتي حاطه سان سكرين، انا ما اقدرش اعيش من غير سان سكرين. لو سان سكرين ده كان انسان كان ممكن اتجوزه بجد، بموت في السان سكرين. انا بستخدم بايونكس سان سكرين، ده تحفه. اتوقع في مصر سعره 500 700 جنيه، هو غالي شويه بس عالي القيمه. هو سبراي، انا بستخدم السبراي ما بستخدمش اللي هو الكريم. رابع حاجه، لو انا عندي مشكله في البشره هنا محتاجه ادخل الخطوه رقم 4. لو انا مثلا عندي اكني او عندي حبوب او عندي او ساعتها بروح لدكتور وهي بتكتب لي حاجات معينه باخدها. بس اهم حاجه الثلاث خطوات اللي انا قلت عليهم، غسول ومرطب وسان سكرين، وكان الله بالساتر العليم. تاني حاجه يور بادي، هاو تو تيك كير اوف يور بادي. طبعا ان انا اهتم بجسمي وبشره جسمي وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها كبنات، ده شيء مفروغ منه، يعني دي مش حاجه هنتكلم فيها. لو انت ما بتعمليش الحاجه دي اقتلي نفسك. لو انت ما بتعمليش الحاجات دي يعني عليه العوض ومنه العوض. تاني حاجه بقى انه انا جسمي داخله ايه اللي انا باكله. هل باكل سناكس كتير بقى وشوكولاته كتير وشيبسي كتير وفاست فود كتير؟ ما ينفعش. لازم كمان ادخل رياضه، مشي، جري، تنطيط، زومبا كلاسز، يوجا، مديتيشن. انا بموت في اليوجا والمديتيشن. انا بقالي 3 سنين ما اقدرش اعيش من غير اليوجا والمديتيشن. بتروحي الجيم، بتعملي دايت، ايا كان لازم تهتمي بجسمك، لازم تهتمي بصحتك. انا كواحده مع الاسف كنت بكسل في حوار الجيم، بس بحاول ان انا اظبط حاجات تانية. الميه، والله يا جماعه ده مش كده بس، والله لو ما بتشربوش ميه هيبان عليكي دايما بهدانه، دايما سهدانه كده، دايما بشرتك تعبانه وجسمك تعبان ودي هايدريتد، واحنا داخلين على شتاء. فاشربوا ميه، اشربوا ميه يا جماعه، وبعد كده نبقى نفكر في الفيلر والبوتوكس والحاجات دي كلها، اوكي؟ بس نشرب ميه الاول. تالت حاجه الكاركتر. جيبي ورقه وقلم كده يا قطه لو هتعبك معايا، يعني ورقه وقلم. انت عايزه شخصيتك عامله ازاي؟ النقطه دي ممكن تكون غريبه جدا وسؤال اغرب، ان هو انا عايزه شخصيتي تبقى عامله ازاي وانا مش الشخصيه دي، انا حاجه بتخلق بيها. اوكي، بس احنا اللي بنشكل شخصيتنا. يعني انا اللي بختار اكون انسان لئيم ولا كريم، انا اللي بختار اكون انسان حباب ولا كريه، انا اللي بختار كل ده. الحياه اختيارات، life is a choice. انا مثلا حابه ان انا اكون انسان، ده بصراحه انا كحبيبه حاطه في بالي ان انا الفتره الجايه حابه اكون انسان مركز على شغل قوي، انسان برودكتيف قوي، انسان مش سهل ان حد يطلعه بره البيس او بره السلام النفسي بتاعه، انسان كونفيدنت وواثق من نفسه، انسان بيحب يقضي كواليتي تايم مع صحابه ومع اهله. ده الكاركتر اللي انا حابه امشي عليه. تعالي بس انت جايه في وقت غلط جدا. تعالي سي هاي تو ذا كات. سي هاي. بتحب حبيبة؟ انت بتحبيني؟ اه. بتحبيني قد ايه؟ قد الحيطة. اشتراك ولايك كومنت وشير، هي كومنتات حلوة وحبوها. فنجيب ورقه وقلم ونتخيل ايه الشخصيه اللي انا عايزه اكونها، ايه الجو او الكاركتر اللي انا عايزه ابقى داخله بيها السنه الدراسيه الجديده او السنه الجديده. بما ان 20/9 هي بتعتبر بدايه سنه دراسيه جديده، فدي بنعتبرها بدايه جديده لحاجات كتير. رابع حاجه هي يور ستايل. وهنا طبعا احنا حاببنا نسقف له دايما، هما 2، تشات جي بي تي وبنترست، بس بنترست اكتر في الموضوع ده. ادخلي وبقى وشوفي ايه الستايلز اللي انت عايزاها، شوفي الالوان اللي بتليق عليكي من الاندر تون بتاعك. الاندر تون اللي هو بيبقى لون الشرايين، بتحدد لك درجه بشرتك، طبعا هتلاقوا فيديوز عن الكلام ده، بتحدد لك درجه بشرتك، وبعد كده تعرفي ايه الالوان اللي بتليق عليكي وايه الالوان اللي مش بتليق عليكي. من هنا ابدا اشوف ايه الستايلز اللي ممكن تليق عليا بناء على الحاجات اللي بتليق، ايه لفه الطرح اللي بتليق عليا، ايه الهير ستايل اللي ممكن تليق عليا. ده كله هيساعدنا في ان احنا نعمل جلو اب. دلوقتي هديكم حاجات لازم تبقوا عارفينها علشان خاطر يبقى عندكم كوميونيتي لطيف، يبقى عندكم دايره حلوه في الجامعه، في الدروس، في المدرسه، في اي مكان. صحابنا، ازاي اختار الصحاب، ازاي اعمل علاقات، ازاي يبقى عندي ناس اعرفها وناس بروح وباجي معاها، ازاي اختار يا حبيبه صحابي. اختاروا صحابكم بانهم يكونوا ناس انتوا ترتاحوا معاها، ناس شبهكم، مش شبهكم ان هو يعني ان هم بيحبوا نفس الحاجات اللي بتحبوها، لا، بس على الاقل ناس من نفس الاصول، من نفس التربيه، من نفس المجتمع، او من نفس العادات والتقاليد. ده هيريحكم كتير، فاهمين؟ الاختلاف في الحاجات اللي زي دي ما بيديناش الاحساس بالراحه. ابعدي عن التوكسيك، ابعدي عن الشكايه البكايه اللي هي بتفضل تشكي 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 وتقول لك مشاكل، هتكئبك، هتجيب لك المرض.
ابعدي عن الناس الكئيبه. ولكن افهموا النقطه دي كويس، الناس الكئيبه مش هي الناس اللي عندها مشاكل يا جماعه. في الرأي الناس الكئيبه هنا انا اقصد بيها ايه؟ في شخص عايز يعيش في الحزن. واجبنا كصحاب لما الاقي صاحبي ولا صاحبتي زعلانه ان انا اساندها لحد ما تطلع من محنتها، وان انا اديها الفول سبورت اللي هي محتاجاه. بس في ناس بتختار تعيش في الحزن، في ناس هي حابه تبقى كده، حابه تبقى الضحيه وتعيش دور الضحيه. فاهمين؟ لان زي ما قلت لكم ايه، الحياه اختيارات، احنا اللي بنختار. انا ما كانش ذنبي ان انا وقعت في الابتلاء ده، او ما كانش ذنبي ان الناس دي اذتني كده، ولكن انا بقى، والكلام ده انا اتكلمت عنه في الفيديو بتاع الليد دم والعلاقات السامه، انا بقى اللي اختار رد فعلي يبقى عامل ازاي. فانا اللي بكتب قصتي. اختاروا ناس الحياه معاها حلوه، الحياه معاها لطيفه، الحياه معاها بتهون وبتعدي. اتعرف ازاي بقى على الناس؟ هتلاقوهم في كل مكان. انت حرفيا في الجامعه كل دول من سنك، كل دول اقصى فرق سن بينك وبينهم هيبقى 4 سنين. خلوكم انتوا اللي بتعملوا ابروتش، خلوكم انتوا اللي تقولوا هاي، خلوكم انتوا اللي تقولوا ازيك عامله ايه، خلوكم بتفتحوا محادثات. طيب لو انا ما بعرفش افتح محادثات، هنا بقى انا عندي مشكله. ليه ما بعرفش افتح كونفرزيشنز؟ ليه؟ طب ما انا دلوقتي قاعده بتكلم معاكم، ما دي محادثه. انتي اي صاحبه ليكي في الحياه هتلاقي ان انتي كنتي في اول مره كنتوا فتحتوا مع بعض كلام، سواء هي اللي بدات ولا انت اللي بداتي. طيب انا ليه عندي رهاب اجتماعي؟ ليه بخاف؟ هل بسبب ان انا قبل كده تعرضت للرفض؟ هل بخاف يتنمروا عليا؟ هل بخاف ان هم يتريقوا؟ هل بخاف ان هم يقولوا مش عايزين نبقى اصحاب معايا؟ ليه دايما زارعين في دماغكم، وانا هنا بقى هديكوا قلم، ليه بقى دايما زارعين في دماغك يا قطه انت وهي ان هم مش هيحبوكي وهيرفضوكي؟ طيب دايما يا حبيبتي انت وهي تبقي زرعالي في دماغك كده فكره انا اتحب، انا لما ادخل المكان، اما ادخل المدرج ده، ولما ادخل الجامعه ولا الكليه دي، الناس اللي فيها عايزين يتعرفوا عليا لان انا شخص لذيذ وشخص لطيف وشخص بيساعد وشخص بيحب الحياه وشخص جميل. دايما الفكره دي اللي موجوده في دماغك. عملتي بقى ابروتش لحد وقال لك لا، او حسيتي ان هو مش عايز يبقى اصحاب معاكي او بيتهرب، خلاص اتس توتالي فاين. زي ما هتلاقي رفض من مكان ما هتلاقي قبول من 10. النقطه اللي بعد كده، ازاي يا حبيبه بعد ما ابدا الدراسه والجامعه اعمل تايم مانجمنت او لايف بالانس، انظم وقتي. انا 90% من صحباتي بيعيطوا لي بسبب ان هم حياتهم بتضيع لما يبداوا دراسه، ولا لما تبدا كورس، ولا لما تنزل تدريب. ليه؟ لان انتوا وهم عارفين الموضوع ده. لما اتكلمنا مع بعض فهمنا المشكله فين. كلنا مضيعين الوقت على الفون. انت لو دخلتي دلوقتي بصيتي انت قعدتي كام ساعه النهارده على التليفون، ممكن تلاقيهم 11 ساعه. متوقعه هتعيشي امتى وانت 11 ساعه حاطه وشك في وش لوح؟ الجامعه بقى بتحسوا ان انتوا بتتسحلوا في الجامعه، بتركنوا حياتكم العاطفيه وبتركنوا حياتكم المهنيه وحياتكم مع اصحابكم وحياتكم مع اهلكم وحياتكم مع عزيزكم، ده كله بتركنوه. فلا، لا يا حبيبتي، احنا كل يوم الصبح يبقى عندنا تو دو ليست. الحل في الموضوع ده هو نقطتين. اول حاجه التو دو ليست، تاني حاجه التايم بلوك. التو دو ليست دي بصراحه دي حاجه انا دايما بعملها. التايم بلوك دي فكره سمعتها من بنت شي سو سويت، هير نيم از شات، كانت بتتكلم عن الموضوع ده. التايم بلوك انه انا هقطع او هعمل ليميت معين، لان انا قاعده بسكرول. يعني مثلا بدل ما ابقى قاعده على الفون 11 ساعه، انا عايزه اخلي ساعتين، باقي الوقت ده يومي. طيب بقيت يومي بقى هعمله ازاي او هرتبه ازاي؟ من التو دو ليست اللي انا بصحى كل يوم او قبل ما انام ببقى كاتبه بالملي كل حاجه انا هعملها. النهارده انا طالعه مع اصحابي ورايحه الجامعه وهخلص البروجكت المعين وعندي شغل، وبعد كده بالليل هقعد اعمل سكين كير او هعمل شويه مديتيشن. ده التو دو ليست بتاعتي. اوكي، يبقى عندك لايف بالانس، حياه متوازنه. لما تخشي الجامعه ما تحسيش ان الجامعه سلبت منك الحياه وانت خلاص بتضيعي، لا، الجامعه هي جزء من حياتي وليست حياتي كلها. نتكلم بقى عن النقطه اللي قبل الاخيره يا قطه انت وهي. من شويه لما اتكلمنا عن الكيوس او الفوضى اللي بتبقى موجوده جوه دماغنا، قلنا هنرتبها بالجورنالينج. دلوقتي هنتكلم يا قطه عن دولابك اللي ما ترتبش من ايام زحل ومن ايام احمس والهكسوس لما احتلوا مصر. حبيبتي انت لو كل حاجه حواليكي متلخبطه وفوضويه وميسي، تفتكري بقى عايزه تعملي حياه اورجنايزد؟ ننظم كل حاجه، هنتخلص من كل حاجه ملهاش اي لازمه، وهنسيب بس الحاجات اللي احنا محتاجينها. وزي ما هتعملي كده في اوضتك هتعملي كده في حياتك. هتبداي تتخلصي من كل حاجه ملهاش اي لازمه، هترتبي كل حاجه، هتحطي اولويات، ومش هتخلي كل حاجه على بعض وخلاص. اخر واهم نقطه يا كيرليز يا ماي لوفز، دي اهم واجمل نصيحه انا ممكن اديها لكم في وسط مرحله التطوير ومرحله اكتشاف الذات. ننسى الذات نفسها. اللي بيميزني انا كحبيبه عن رؤى، عن سلمى، عن هنا، عن لما، عن كل بنت فينا، هو انتي. في جواكي كده
الحاجه دي انتي، دي شخصيتك، دي بقى ايا كان اسمك ايه، ايا كان انتي مين او من اي بلد في العالم، دي انتي، دي روحك. فروحك هي اللي هتفضل تخليكي مميزه. مهما طورتي من نفسك، طورتي من مهاراتك، بقيتي حلوه قوي، بقيتي شبه الناس الناجحه والناس اللي عسل والناس الكيوت، برضو احتفظي بشخصيتك، احتفظي بالكور بتاعك، انه ده الحاجه اللي هتمثلك، ده الحاجه اللي هتخليكي وسط ال1000 بنت اللي شبه بعض في كل حاجه دول، انتي اللي هتبقي جميله وحلوه ومودرن وعصريه قوي وبتاع وكول، بس في نفس الوقت هتبقي مميزه. اخر حاجه حابه اقولها انه بجد 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 شكرا من كل قلبي على كل الكومنتس اللي عسل اللي جات لي على الفيديوهات اللي فاتت. اهم هدف بالنسبه لي في ان انا اكون بصنع لكم اي نوع من انواع المحتوى هو ان المحتوى ده يغير ولو 1% فيكم، يديكوا ولو 1% امل، يحسسكم ان مهما الحياه صعبت يا بنات. انا في اوقات كان بيعدي عليا بحس ان خلاص جيم از اوفر، انا انتهيت. انا عدت عليكم اللحظات دي، والله العظيم والله العظيم هتعدي، بس اصبروا شويه. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. انا اسفه بجد ان انا بتاخر في الفيديوز، بس بجد الفتره دي مضغوطه قوي، فبحاول ان انا اقول لهم see you later alligator alligator. باي.